الله الرحمن الرحيم. حلقتنا النهاردة عن تخليل السردين. زي ما انتوا شايفين احنا جايبين معانا اهو سردين. طبعا لازم اتأكد ان هو ما يكونش، طبعا هو كل السمك الموجود متلج، بس برضك اتأكد ان هو يكون صابح، ما يكونش بايت عند الراجل، يكون سليم، يكون اللحم بتاعه يكون جامد كده، ما يكونش مهري، تكون عينيه بردك كده بتلمع، يكون شكل السمكة بتلمع كده، ويكون شكلها حلو عشان اتأكد بس ان السمكة تكون صابحة معايا. دي اهم حاجة لما اجي انقي السردين. طب طريقة التخليل دي مهمة جدا قوي، لازم اعملها صح، اشتغلها صح. طبعا عشان هو لو باظ يبقى خلاص كده هيترمي، مش هنقدر نعمل فيه اي حاجة. التخليل ده طريقته سهلة قوي وبسيطة، بس احنا نمشي بالمظبوط. اول حاجة انا بجيب السردين زي ما انتوا شايفين اهو، بعد كده ببتدي ان انا اغسله تحت الحنفية. بصوا، انا بمسك السردينة كده من راسها زي ما انتوا شايفين، واحطها تحت الحنفية. بجيب بقى المية على جسمها كلها كده اهو، وبعد كده ببتدي ان انا احطهم في قلب مصفى، وابتدي ان انا اصفيهم من المية. دي كده اول خطوة. بعد كده ببتدي اشغل عليها المروحة، واسيبها بقى السمكة معرضة للمروحة بحيث ان هي هتنشف، وهبتدي ان انا اقلبها من وقت للتاني. وبردك هفرد لها مناديل ورق، واحط السمك ده على المناديل الورق، وهسيبه تحت المروحة لحد ما ينشف خالص، وهبتدي ان انا اقلب فيه من وقت للتاني. طبعا انا هوريكم كل شوية لما هيجي ينشف هيبقى شكل السمكة عامل ازاي. الرحمن الرحيم. كده احنا رجعنا بعد ما السردينة بتاعتنا نشفت تماما من المية زي ما انتوا شايفين. عايزة اوريها لكم بقى. بصوا، هي نشفت تماما، ايدي اهي ما فيهاش اي مية خالص. كده اهم حاجة كده عشان اطمن تمليح السردين بتاعي يكون مظبوط ويطلع ناجح. دي اهم حاجة في عمايل السردين. انا اول حاجة عملتها زي ما انا قلت لكم، انا بجيب السردينة، بجيبها من عند الراجل، لازم اتاكد ان هي تكون طبعا كويسه وصالحه للاستعمال. بعد كده بقى لازم اشطفها يا جماعه تحت الميه. بردك انا مضمنش بيبقى ده ماسكها وده ماسكها، لازم بردك ان انا اغسلها كويس. فكل اللي انا بعمله بمسكها كده بايدي، بحطها تحت الحنفيه، وبنزل عليها ميه بسيطه كده على جسمها من بره، ما بدخلش ميه جوه جسمها خالص. انا بخلي الميه على جسمها من بره، وما بجيبهاش بدخلهاش جوه الراس. ماشي. بعد كده بجيب بقى مصفى، وابتدي ان انا ارصهم على مصفى. طبعا لو عندي كميه كبيره بنقص الكميه على مصفتين، وبسيبهم لحد ما يصفوا خالص الميه بتاعتهم. بعد كده بجيب بقى صينيه كده حلوه كبيره، وابتدي ان انا افرش عليها ورق مناديل، وبعد كده ببتدي ارص السردينه دي عليه، واشغل لها المروحه. انا ما برضاش ان انا احطها في البلكونه او اعرضها للهواء، بردك ما بضمنش التراب ولو في ذباب او حاجه زي كده. فلازم احنا ناكل حاجه نظيفه، هنعمل حاجه في بيتنا فلازم ناكلها حاجه تكون نظيفه، ولازم تكون حلوه ان شاء الله. فانا بحطهم على مناديل ورق، وبشغل لهم المروحه، وبقلبهم بقى من وقت للتاني كده. يعني مره اقلبها على الجنب ده، مره اقلبها على الجنب التاني، مره اقلبها كده على بطنها، مرة اقلبها على الناحية التانية كده على ظهرها، بحيث ان انا اتأكد ان المية بتاعتها خلاص كده مفيش اي مشكلة، هي خلاص كده بقت ناشفة خالص. يعني شايفين بقت معضمة على الاخر زي ما انتوا شايفين كده. خلاص، دي خطوة مهمة عشان ما تخليش السردينة بتاعتنا ان هي تبوظ او تعفن او متبقاش حلوة. فدي مرحلة مهمة جدا قوي. كده بقى انا اتأكدت من نظافته في الاول. تاني حاجة اتأكدت ان هو نشف خلاص تماما من المية. بعد كده هنبتدي على مرحلة التخليل، اللي انا بقى هجيب فيها الملح، وهستعمل شطة وملح بس، مش هنحط اي حاجة تانية، ولا هنحط ليمون ولا اي حاجة تانية، هو كل استعمالنا الملح والشطة. كده زي ما انتوا شايفين معانا الملح ده ملح خشن اللي هو ملح رشيد. ده الملح بتاعنا هو اللي هنستخدمه، ده ملح رشيدي بتلاقوه عند الراجل العطار. هيبقى معانا كمان شطة، دي شطة حراقة، يعني دول بس المكونين اللي احنا هنستخدمهم في تخليل السردين.
هجيب معايا علبه بلاستيك زي كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي هدخل فيها كيس بلاستيك. دي كده شنطه اهي نظيفه زي ما انتم شايفين، دي علبه اهي، وهبتدي احط فيها الكيس بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. هحط كمان كيس تاني، كيس اهو من اكياس الثلاجه، كيس نضيف خالص. هفرده برده كده، وهيبقى بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. هبتدي ادي رشه من الملح، هحط رشه كبيره كده من الملح في الارضيه بتاعه الكيس كده زي ما انتم شايفين، بس عشان الكيس ابيض والملح ابيض. دي كده طبقه من الملح انا هحطها كده من تحت. بعد كده خلي بقى هنا ده كده، هجيب السردين اهي زي ما انتم شايفين. هبتدي اول حاجه هفتح الخياشيم بتاعتها، وهبتدي ان انا احشي الملح، واحاول انزل بايدي كده لجوه ماشي. كده زي ما انتم شايفين الملح هحط عليه كميه من الشطه، وهبتدي ان انا اقلب بقى الاتنين دول كده مع بعض، الملح والشطه. صلي على محمد. اهم حاجه افتح الخياشيم واحشي فيها الملح، احاول ازنق كده بالجامد ماشي. اهم حاجه ان انا املى الخياشيم بتاعته بالملح. هحط عندي واحده عكس واحده في قلب الكيس بالطريقه دي. هفتح برضو كده الخياشيم، وهبتدي ازنق الملح بتاعنا بالطريقه دي. زي ما انتم شايفين كده لازم املى الخياشيم ملح. هبتدي بقى ادي رشه عليهم كلهم كده من فوق زي ما انتم شايفين. الملح ده منخافش منه، مش هيحيق جامد، بس ده ماده حافظه. زي ما انتم شايفين انا خلاص عملت الكميه دي. هبتدي بقى بين كل طبقه بطبقه انا بحطها، يعني كل 5 6 سمكات برش عليهم ملح من فوق كتير زي كده. بصوا الملح ده هو اللي هيحميه وهو اللي هيحفظه.
طبعا احنا حاطين مقدار من الشطة بسيط، يعني ممكن على المقدار ممكن هو معلقتين شطة كبار زي ما انتم شايفين كده. هبتدي ان انا احط بقية السمك الموجودة عندي عليهم. فين السمكة اهي، طبعا عشان هي نشفت جامد الخياشيم دي بتبقى قافلة ايه بالجامد. انا هحاول ان انا ازق الملح زي ما انتم شايفين كده، ازق الملح بايدي في قلب الخياشيم بالطريقة دي. هبتدي ان انا ارص كده. لازم نحط الملح ده في الخياشيم بتاعة السمك، اكبسها على قد ما اقدر. نفتح كده كده، اكبس كده بايدي. زي ما انتم شايفين اهو. افتح الخياشيم على الاخر واكبس الملح فيها كده. بصوا صلي على محمد. صلي على محمد. برش برضه الملح كده زي ما انتم شايفين. ده هيبقى انسب لنا من الملح اللي هو الناعم، ده احسن حاجه ان احنا نستخدمها. الملح الناعم هيحيق جامد وهيخليه مالح، انما هو ده انسب حاجه للتخليل اللي هو الملح الرشيدي. ازنق كده بايديا. خلاص كده كده زي ما انتم شايفين اهو. الكيس بتاعنا اتملى خالص اهو. هبتدي اجيب بقيه الملح ده زي ما انتم شايفين. عايزه بقى اوريكم انا حطيت بقى كميه من الملح اهو. بصوا كمان الجناب فيها ملح ازاي زي ما انتم شايفين كده. هو كده خلاص. هبتدي بقى ان انا اطلع الهواء ونربط الكيس بتاعنا. لازم اطلع الهواء خالص منه كده زي ما انتم شايفين. الكيس اهو مليان ملح ازاي. هبتدي ان انا احاول اطلع الهواء واضغط كده، اربطه بقى كويس. بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. خلاص احنا ربطنا الكيس الاولاني اهو. تمام ان انا ربطها كويس. الشنطه الثانيه اهي. هربطه برضه كده كويس. كيس تاني برضه اهو زي ما انتم شايفين. هحاول ان انا ادخل الكيس ده
زي ما انتم شايفين اهو طلع الهواء. كده هو كده مفيهوش اي ملح. هبتدي بقى ان انا اجيب له علبه وهحفظه فيها كده زي ما انتم شايفين. خلاص كده انا ده حطيته في كيس جوه كيس جوه كيس خلاص. وما بحاولش ان انا اهزه عشان ما نزلتش الملح اللي هو من فوق او في الجناب لتحت خالص. زي ما انتم شايفين كده الملح واخد في كل الاماكن، يعني واخد من فوق واخد في الجناب، وادي بردك من تحت زي ما احنا كنا حاطين شايفين. بحاولش ان انا اهز الكيس بحيث ان الملح كله ما ينزليش في الارضيه تحت، لا انا عايزه الملح يبقى من فوق ومن تحت في كل الجوانب. انا ما هزتش الكيس خالص، انا دخلت بالراحه كيس جوه كيس جوه كيس خلاص، وربطته كويس، طلعت منه الهواء. هبتدي ان انا اجيب بقى عندي مثلا علبه بلاستيك، علبه حلاوه طحينيه، عندي جردل مثلا بلاستيك كده، ازاز اللي تحبوه، وهنبتدي بقى ان احنا نشيل فيه. انا كده جايبه عندي اهي علبه، بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين انا حطيت الكيس اهو جوه العلبه، هبتدي اقفله بالغطا بتاعها. الغطا لازم يكون محكم يا جماعه. خلاص كده انا كده كويس قوي. هبتدي اكتب عليه تاريخ ما انا عملت. انا النهارده 14 مارس، يعني انا اكتب هنا كده 14/3/2019. ثلاثة 14/3. خلاص ده لازم يقعد فترة طويلة، يعني ممكن يعدي الشهر، يعني ممكن يبقى شهر او شهر وحبة كمان. كل ما هيقدم كل ما هيكون احسن. يعني انا ما استعجلش عليه كمان 15 يوم افتحه او كمان 20 يوم وافتحه، لا انا عايزاه يبقى السوا بتاعه حلو قوي وكويس قوي. فانا هسيبه مثلا يجي شهر، هسيبه مثلا شهر ونص. كل ما هسيبه كل ما هو هيحلو ويبقى الطعم القديم بقى ويبقى طعمه جميل ان شاء الله. دي كانت حلقتنا عن تخليل مخلل السردين. ده كده حلقتنا عن تخليل السردين بتاعنا، هيكون بطريقة حلوة ان شاء الله. بقى زي ما انتم شايفين احنا خلاص خللنا السردين، وده هيكون الجزء الاول من تخليل السردين. بعد كده هعمل معاكم جزء تاني ان انا هطلع لكم السردين لما يستوي باذن الله. طبعا احنا هنستنى عليه بقى يجي شهر شهر ونص كده لحد ما يستوي، وهبتدي ان انا اطلعه لكم، فهعمل لكم جزء تاني ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.